السلام عليكم. انا اشرف وده فيديو جديد على قناه معلومه. هنتكلم في الفيديو ده عن مؤسسه التكوين اللي ظهرت علينا من العدم في الايام اللي فاتت دي، واللي اثارت جدل كبير جدا، واللي اتكلم عنها الازهر واتكلم عليها علماء الازهر واتكلم عليها معظم الشعب المصري. كان طلع ترند اغلاق مؤسسه التكوين. ايه اللي يخلي المؤسسه دي تقابل كم الهجوم ده في مجرد 5 6 ايام بس؟ ده اللي هنعرفه في الفيديو بتاع النهارده. بس اول حاجه يا ريت تعمل اشتراك على القناه وتعمل لايك للفيديو وتشوف الفيديوهات القديمه وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. يلا بينا نبدأ مع أول حاجة، مجلس أمناء المؤسسة دي. مين مجلس أمناء المؤسسة دي أو مين القادة اللي في المؤسسة دي؟ لأن أنا بشوف دايما إن أنت عشان تعرف أي مؤسسة ماشية إزاي لازم تشوف القادة فكرهم عامل إزاي أو تبص حواليهم. عندك مين بقى مجلس الأمناء اللي فيها؟ عندك إسلام بحيري، عندك إبراهيم عيسى، عندك يوسف زيدان. طب تعالى كده نتكلم على إبراهيم عيسى، واحد شكك في معراج النبي. إيه كمان يا عم أشرف؟ الراجل ده طول الوقت كان بيتريق على الصحابه بتوع النبي صلى الله عليه وسلم. تعالى كمان شوف ابراهيم عيسى ده لما جه يطلع لك مثلا فيلم زي فيلم الضيف، وشوف كم التفاصيل اللي في فيلم الضيف ده عامله ازاي. شوف الراجل ده كان مطلع الراجل الملتحي ده عامل ازاي، ومطلع الناس الراجل التاني عامل ازاي. انا مش ضد الملتحي او مع الملتحي او الفكره دي. انا مع فكره ان انت تبقى متطرف لفكره فتحاول بكل الطرق الممكنه انك تثبتها. انت ممكن على فكره تتكلم وتاخد وتدي، انت ممكن فكرتك تطلع غلط او ممكن فكرتي انا تطلع غلط او فكره حد تاني تطلع غلط، طالما الموضوع له علاقه بان هي بتخضع لاختبارات العقل. يعني انت بتفكر فيها وتشوفها من كل الاتجاهات، ايه فيها الصح وايه فيها الغلط. فاحنا قلنا عندنا دي ابراهيم عيسى. طب تعالى كده الاسلام بحيري. اسلام بحيري كل شغلته في الحياه انه يشكك في التراث الاسلامي. تعالى يا عم الائمه الاربعه بتوعكم اللي انتم ماشيين وراهم دول، الناس دي ما بتفهمش حاجه. تعالى كده الاحاديث اللي جايه لكم من عند النبي، الاحاديث دي كدابه. تعالى كده اتكلم عن اي حاجه بره القران، لا انت مش مظبوط. طب تعالى كده اتكلم عن الشيوخ اللي فسروا القران او اللي تقدر تقول تفكروا في تدابير القران، الناس دي ما بتفهمش. طب امال ايه يا عم اسلام؟ لا انا المفروض انا اللي افكر في القران وانا اللي افسره على هوايه. يعني تخيل كده ان انت رايح لدكتور وقلت له انت عندك الزايده، فتقول له لا انا مش هشيلها، انا عايزها تعبانه. يا عمي لازم تشتغل عشان ما تموتش. لا 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 لا، هسيبها خليها تنفجر في بطني وتموتني. يا سيدي انا بقول لك انا اللي عارف، انا اللي دارس. نفس الفكره تقريبا. فيجي لرجال الدين او رجال التراث يقول لهم انتوا بتتكلموا غلط، من مبدا ان انتوا بتتكلموا غلط، من مبدا ان انا حسبتها لقيتكم بتتكلموا غلط. وده كان تاني واحد اسلام بحيري. طب تعالى كده بقى نفنط اهداف المؤسسه دي واحده واحده مع بعض. الرقم واحد تطوير خطاب التسامح. بص انا الاهداف اللي هقولها دي هم 5 6 اهداف، تحس كده ان الاهداف دي الله دي جميله قوي، احنا ليه ما نعملهاش؟ يعني انا هسردهم لك مثلا كده واحده واحده مع بعض. رقم اتنين مثلا فتح افاق الحوار، ورقم ثلاثه مناقشه المسلمات الفكريه، ورقم اربعه ارساء قيم العقل والاستناره، رقم خمسه الاصلاح الديني، رقم سته دمج الثقافه مع الفكر الديني. طب تعالى كده بقى نفنطهم واحده واحده. تمام؟ ان هو بيقول في رقم واحد تطوير خطاب التسامح، اتنين فتح افاق للحوار. طب انت عمرك شفت الناس دي فاتحه افاق للحوار؟ عمرك شفت الناس دي وهي بتتحاور مع حد اصلا بياخدوا يدوا كده في الكلام؟ ولا هو كل حاجه لا زي ما انا مقتنع لا زي ما انا شايف؟ دي مثلا حاجه تانية يقول لك الاصلاح الديني. يا ابني اصلاح ديني ايه؟ هو معوج؟ في ناس قعدت على مدار 1400 سنه من بعد النبي، السلف وكل العلماء اللي جم من بعد كده بيوصلوا لنا العلم بالملي في التراث الاسلامي. ما ينفعش يبقى في حاجه زايده يا جماعه. الموضوع صعب ان يبقى فيه لعب، يعني ما ينفعش. يعني انت عمرك ما شككت مثلا في العلوم اللي وصلت لك من الغرب باي طريقه كانت، عمرك ما شككت فيه. لا العلوم اللي وصلت لي من الغرب كلها صح، لكن العلوم اللي جايه لي بقى من المسلمين كلها غلط. انا ما عنديش غير القران، ومع الوقت هيشككوا في القران. الوقت اللي احنا فيه ده النبي قال عنه حاجه بسيطه جدا، ان هيجي وقت على امتي اللي هيمسك على دينه كانه ماسك على جمر من نار. تخيل انت لما النبي يقول لك كده، وهو ده اللي حاصل دلوقتي. ويجي يقول لك دمج الثقافه مع الفكر الديني. اللي هي ايه بقى الثقافه معلش اللي انت عايز تدمجها مع الفكر الديني دي؟ اللي هو مثلا انا ابقى ماشي ومراتي ماشيه جنب المايو. ده مش دمج ثقافه يا باشا، دي قله ادب. انا دمج الثقافه بالنسبه لي ان انت تبقى راجل مؤمن ماشي على سنه الله ورسوله وماشي بالقران وماشي بالمنهج الصح، وانت في نفس الوقت ما بتضيعش عليك فرص الحياه في تطورك في شغلك وفي تطورك في حياتك. الاسلام عمره او الدين عمره ما كان بيقف قدام الحد ان هو يتطور او ان هو يظهر. فهو الموضوع كله لازم تبقى فاهم ان الناس دي جايه بس عشان تشككنا في المسلمات اللي احنا ورثناها
واللي انت لما تقعد تتدبر فيها تعرف ان هي صح. اصل التراث الاسلامي اللي بيتكلموا عليه دي حاجه متناقله، مش حاجه كده اللي هي صباح الخير بقت موجوده قدامنا، لا حاجه متناقله والناس درسوها وكل ذي علم عليم. يعني انا دلوقتي راجل دكتور، ما ينفعش انت تيجي تشكك في الطب بتاعي وانت مهندس مثلا وتقول انا اعلم منك في الطب بتاعك. ازاي؟ طب انا قعدت ادرس 7 سنين كليه طب عشان انت في الاخر كمهندس ولا كراجل فني ولا كاي حد في الدنيا تيجي تقول لي انا اعلم منك في الطب. نفس الفكره، الناس دي بتشكك في الناس اللي قعدت طول عمرها تدرس الدين او تدرس العقيده او تدرس التفاسير او تدرس الكلام ده كله او تدرس الفقه. انت ما ينفعش تشكك في حد الا لما تدرس علمه كامل، وساعتها تقدر تتكلم. والله انت في حاجه ظهرت قدامك اتكلم، طالما الموضوع ما بتتكلمش فيه في القرآن وفي الحديث الصحيح فانت محدش هيتكلم معاك في حاجه. اتكلم يا سيدي، هو الكلام بفلوس؟ اتكلم، ادينا كلنا بنتكلم وكلنا بنحاول نوصل مع بعض لانسب صيغه ممكنه لحياتنا عموما. مش محتاج ان انت تفكر طول الوقت، ربنا خلق لنا العقل عشان كده. وهو ده اللي انا بقوله، او على الاقل دي وجهه نظر انا، اللي هو ربنا ادالك عقل عشان تبقى صاحب قرار. يعني مثلا لما تيجي في فكره الانسان مخير ولا مسير، الانسان مخير بطبيعه الحال مخير، بس هي دي فيها حته كده بتفوت على الناس شويه، اللي هي انت ولله المثل الاعلى عندك باباك، بتبقى انت ماشي باباك عارف انت هتعمل ايه بالظبط. يعني انا دلوقتي ماشي قدام والدي الله يرحمه طبعا، ماشي قدام والدي وبقول مثلا ايه، انا معدي من قدام مثلا اي حاجه من قدام مسجد، تمام، وانا عمري ما صليت، فيجي ابويا او صاحبي عارفين ان انا مش هخش. طب ليه مش هخش؟ عشان انا عمري ما دخلت، هي حاجات ظاهره. فما بالك بقى ربك اللي خلقك اللي قال وان اقرب اليك من حبل الوريد، يعني ربنا اقرب لينا من حبل الوريد. فما بالك ان هو عارف طريقه تفكيرنا ازاي. فهو مثلا الناس اللي هتخش النار هو ما حكمش عليهم ان هم يخشوا النار، هم افعالهم هتدخلهم النار. طب انت كبني ادم عايش، مش انت قادر ان انت تصلح من نفسك؟ قادر طبعا. هقول لك على حاجه، مثلا ابو لهب، ابو لهب سوره تبت يدا ابي لهب وتب نزلت قبل ما يموت تقريبا ب5 سنين على ما انا فاكر، يعني ان كنت متذكر، بس مش قبل خمس، مش اقل من 5 سنين يعني. قعد طول ال5 سنين ربنا وعده في السوره دي ان هو يخش النار هو ومراته. عمل ايه؟ فضل كيف ويخش النار هو ومراته؟ كان يقدر ببساطه جدا يثبت عكس ده ويثبت ان الدين غلط ويسلم، بس يروح لسيدنا محمد ويقول له اشهد ان لا اله الا الله وانك نبي الله. الصوره باظت. لكنه ما عملش كده لان ربنا عارف كل واحد هيتعامل ازاي وهيفكر ازاي. بس في الاخر ربنا ادانا عقل، انت فكر بعقلك، انت اوزن امورك بنفسك وما تنظرش على حد. انت راجل يا عم، ده خليني اقول لك ان مصر كلها فلاحين، وانت ما ينفعش تروح تقول لفلاح مثلا ازرع الارض بالطريقه الفلانيه لان هو راجل متمرس فيها، هو راجل عارف بيزرع ارضه ازاي. فانا هاجي من بره اقول له ازرعها ازاي؟ نفس الفكر اللي بيحاول يعمله مجلس تكوين ده او مؤسسه تكوين مع الايه، مع الدين. هم عايزين ينظروا ويقولوا للناس انتوا بتفكروا غلط والدين بتاعكم ده غلط وانتوا رايحين في ده بسبب الدين، انتوا متخلفين بسبب الدين. ادي كل الفكره. لازم نبقى كلنا عارفين ان الناس دي بتحط لنا السم في العسل واحنا مش واخدين بالنا. لو شفت الفيديو ده للاخر وعجبك يا ريت تعمل لنا اشتراك على القناه، ويا ريت ان انت تفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد، وتعمل لايك للفيديو وتبص على الفيديوهات القديمه. كان معاكم اشرف، السلام عليكم.